السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حلوى او دوازاتاي سهل وبسيط كيتوجد في 10 دقائق وبيضه وحده بلا طحين. كنتمنى تجربوه، غادي يعجبكم ان شاء الله، حتى المذاق كيجي فيه زوين بزاف. كنحتاجو ليه في المقادير: عندي بيضه وحده تكون كبيره، نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، عندي 3 معالق كبار ديال الكوك، عندي خماره وحده، قشور حامضه محكوكين، معلقه ديال الكليكوز صغيره اولا 2 معالق كبار ديال المربى، وعندي هنا 2 كيسان ديال السميده الرقيقه. وبالنسبه للزين غنحتاج الكوك، وغنحتاج السميده الرقيقه، وغنحتاج كاوكاو للتزيين، وشويه الماء اولا ما زهر اللي عندكم. غادا ندوز باش نحضر معكم هاد الحلوه. في زلافه كناخذ البيضه، كنضيف عليها السنيده، كنضيف قشور الحامض محكوكين، غادي نطربهم مزيان حتى كيتخلطوا مع بعضياتهم. غادي نضيف الزيت، من بعد ما تخلطوا غادي نضيف الجليكوز اولا الكونفيتور اللي عندكم، 2 معالق كبار ولا معلقه صغيره ديال الجليكوز. كيعطيوها واحد التعليكه كتجي زوينه. غادي نضيف الكوك، من بعد غادي نضيف، كنخلطو مزيان حتى كيتخلط، وغنبدا نضيف السميده الرقيقه، كنضيفها غير شويه بشويه. وفي هذا الوقت غادي نضيف الخماره. صافي غادي نحيد الطراب وغنخدمها بيديا بهذا الشكل، وغادي نجمعها ونخليها ترتاح تقريبا واحد 5 دقائق على ما تشرب لنا السميده. ها هي من بعد ما ارتاحت، دابا غادي نجيب اناء فاش غنخلط السميده الرقيقه مع الكوك. اللي كيعجبو المذاق ديال الكوك كتعجبو هاد الحلوه. وشويه ديال الماء اولا ما زهر، وغنجيب كاوكاو اللي غنزين به الوجه، كنكورها ونحاول ما تبسطوهاش بزاف حيت هي مازال كتحل وكتشتت شويه في الفران. غادا نكورها وكندوزها في داك السميده مع الكوك، وغادا ندير في وسط منها كاوكاو بهذا الشكل. غادا نحطها في لاطا وغادا نكمل الباقي اللي عندي. كندهن يدي بشويه الماء، وغادا ندير كره بهذا الشكل. غادا نمررها كما قلت لكم في الكوك والسميده الرقيقه، وندير فيها كاوكاو في الوسط. انا غادا نبقى غادا بحال هكذا حتى غنكمل كاع
الخليط اللي عندي. كما قلت لكم خليوها غليظه شويه حيت مازال غتشتت في الفران. وهي من بعد ما كملتها كتجي بهذا الشكل. غادا ندخلها الفران، كنشعل عليها من الفوق وكنردو البال معاها حيت هي دغيا كتحمر. غادا نتسناو حتى كتحمر لنا الوجه ديالها، وعاد كنزلوها كنشعلوا عليها من التحت باش كتحمر لنا من التحت. هي تقريبا ما كتاخذش واحد 6-7 دقائق باش طيب. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. كيجي الوجه ديالها محمر حتى من التحت وكتجي رطبه، والمذاق ديالها كيجي بنين. غادا نتسنى عليها حتى تبرد، وعاد غنحيدها من لاطا. ما كنقربوش لا وهي سخونه. كما قلت لكم راه كتشتت شويه، حاولوا ملي تكونوا تكوروها ما تضغطوش عليها بزاف. تقريبا كتخرج لي 25 حبه. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. حطيتهم في الصحن باش نوريهم لكم. كنتمنى تعجبكم. غادا نقسمها لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي رطبه بزاف. كما قلت لكم اللي كيعجبو مذاق الكوكو الحامض غادي تعجبو هاد الحلوه. كتجي معلكه ورطبه بزاف. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم اشتركوا معنا في القناه وخليو لنا لايك وتعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه مقبله.